السلام عليكم ورحمة الله. قراءة النجوم والكواكب. الليلة موضوعنا حيكون جميل جدا، بيتكلم عن أسامي الكواكب وأسامي النجوم في ثقافتنا السودانية، وهل كانوا بيستفيدوا منه شنو وبسموه شنو وبحددوا بين الاتجاهات كيف. كلنا يا جماعة قبل كده الواحد بيمشي مدينة جديدة أو بيكون بالليل في الخلا بعربيته، بيكون داير يصلي ما عارف يحدد القبلة كيف وما عارف الاتجاهات كيف. فالليلة إن شاء الله هحاول أعلمكم 7 كوكبات في السماء أهلنا قاعدين يستفيدوا منهم في تعليم الأنواع والمطر بيجي كيف، تحديد القبلة وتحديد الاتجاه. أول الكواكب اللي حنتكلم عنها الليلة كوكبة الجبار، ودي مجموعة من الكواكب والنجوم بتظهر لنا في زمن الشتاء، بنستفيد منها، بنحدد بها الاتجاه وبنحدد بها الوقت بتاع دخول الشتاء. أهلنا بسمونا المطارق أو العصي. ليه؟ لأنه فيها 3 نجوم قاعدات مع بعض، وفي 3 نجوم قاعدات عكس زي ما في الصورة. ال3 نجوم اللي مع بعض دول بيسموهن المطارق، العكس منهم بيسموهم منكب الجوزاء. الثلاثه دي لما ترسم رسمه بين حزام الجبار ومنكب الجوزاء بتشكل لنا شكل سهم، والسهم ده غالبا قاعد يشير لاتجاه الشمال. الكوكب الثانيه المفروض نتكلم عنها كوكبه بنات نعش، بنات نعش الكبرى وبنات نعش الصغرى، ومهمات جدا ديل في تحديد الاتجاهات. معاهن كوكبه ثانيه بقول لها ذات الكرسي، بكونوا مترابطات مع بعض، بنشوفهم بالصور عشان يكون لنا واضحات. طيب دي كوكبه بنات نعش اللي هن الاربعه زي الشكل العنقريب ديل اهلنا بسموهم العنقريب، والثلاثه اللي بوراه ديل البنات بشكل لنا نعش او عنقريب شايل اللون، ناس شايلين زول ميت والبنات ماشيات وراه، يمكن عليهم يقال في الاسطوره انه ده ابوين. كوكبة بنات نعش مقسمينها الاثنين اللي في راس العنقريب عكس البنات، البنات بالاتجاه الثاني، الاثنين اللي بيجاي ديل بيسموين الدليلين. الدليلين ديل انا برسم منهم خط، المسافه اللي بين الدليل والدليل اذا مثلا كانت قدر 5 سم، بشيل 25 سنتيمتر من سطح السماء بتحصل لي النجم اللي بقول له النجم القطبي. النجم القطبي بشكل لنا الدب الاصغر يهودا او بنات نعش الصغرى. طيب الخط اللي برسمه من الدليلين لغايه النجم القطبي، ونجم مهم جدا في السماء، ده خط ماشي في اتجاه الشمال. برسم ثاني تلت المسافه بين الدب الاصغر، بلقى حاجه نجوم عملات شكل دبليو، يا هم ديل بيسموهم ذات الكرسي. لما نواصل في رسم الخط ده مباشره من الدليلين للنجم القطبي لغايه ما يلاقي لي واحد من نجوم زي ما شايفين في الرسمه، واحد من نجوم ذات الكرسي بيشكل لنا معاه شكل السهم، والمجموعه كلها بسموها مجموعه سهم الشمال، يعني بتتكون لنا من بنات نعش الصغرى الكبرى وبنات نعش الصغرى وذات كوكب ذات الكرسي زائد النجم القطبي. دي المجموعه مهمه جدا بانك تحدد بها الشمال. انا اول ما احدد اتجاه الشمال، الجهه اللي بوراي طوالي بتكون شنو؟ الجنوب. على يد اليمين شرق، على يد الشمال غرب. خلاص كده الاتجاهات بقت لي واضحه، بشوف انا في ياتو بلد وبصلي على الاتجاه ده او بمشي في الاتجاه ده. الكوكب الثانيه المهمه اللي هي المشهوره في السودان بيقولوا لها التريه، في اللغه العربيه بسموها الثريا. التريا اهلنا بقول لك اذا طلعت التري من عشي شوف لي جناك غتي، بمجرد ما تطلع التريا بعد صلاه المغرب معناه الشتاء دخل خلاص، ودي اول انواع الشتاء، ودي اهميتها ويا هدي الصوره بتاعتها وشكلها ظاهر، مجموعه بتاعت نجوم كثيره كده اي زول بيعرفها. الكوكب الثاني مهمه اللي هي كوكبه العقرب. العقرب دي ياخد الشكل بتاعها، ده شكل تخطيطي لها زائد شكل كوكبه العقرب، فيها حاجتين زي النقطتين فوق بعض، دي بسموها الشوله، كان بتسمعوا بها. الشوله دي النقطتين فوق بعض بتقع معاهم واحده زي علامه القسمه اذا شايفينها في الرسمه، الخط الفاصل بيناتهم ده بيتجه لنا دائما لاتجاه الشمال، والكوكبه دي احنا بنحدد بها الاتجاهات في زمن الصيف. الكوكبه الاخيره اللي اتكلم عنها المشهوره اللي هي كوكبه الثور، ودي بتكون ظاهره وقاعده قدام الجبار مباشره. الجبار يعني انت اذا لقيت الجبار بتلقى كوكبه الثور، اي كوكبه بتلقاها بترسم لك كوكبتها في السماء، وعاين للصور دي وعاين بالليل للسماء حتقدر تحدد الاتجاهات. انا متاكد، اتمنى انه يكون الشرح واضح، واذا ما واضح ممكن انزل فيديوهات توضيحيه. اذا عجبك الشرح شيره لزول ثاني، اذا في زول مهتم بالنجوم ممكن يفيدنا ويضيف لنا حاجات برضه شيره له عشان نوصل المعلومه للناس. وجزاكم الله خير والسلام عليكم.